الموضوع صعب جدا جدا. ايه ده؟ التنفس الصناعي ده. ال 50 يعملوا كام دلوقتي؟ الصوت تمام، شكلي تمام. يلا بينا يلا بينا. انا عايزك بقى تجيب فشارك ويلا بينا عشان الفيديو طويل جدا. احنا عملنا فيه حاجات حلوه جدا في البستان. عايز اقول لك ان احنا عملنا غطينا ايفنت بتاع البدر، سالنا على تجميعات، عملنا تجميع او ما اشتريناش بس عملناها، يعني قلنا لك القطع بس جديده كلها بالكامل عشان تبقى عارف ده اللي هنا فصلت. طيب يا رجاله دلوقتي احنا لسه راجعين من مول البستان. احنا حرفيا قعدنا يعني وقت طويل جدا وما حسيناش بيه، اللي هو الوقت سرقنا. احنا عارفين ان احنا هناك الساعه 4 المغرب، 4 المغرب بعد التوقيت الجديد مفيش حاجه عادي. تمام، رجعنا الساعه 11 بالليل. فانت متخيل اللي هو عايز اقول لك كان يوم جامد. يعني عايز اقول لك ان احنا اول حاجه عملناها غطينا ايفنت البدر، وكمان سالنا على تجميعات، وكمان سالنا على اللابتوبات. هي جت صدفه، بس عايز اقول لك اصلا ان انت هتشوف الكواليس كمان شويه او في اخر الفيديو. الكواليس احلى من الفيديو نفسه، اللي هو الصراحه لا كان الموضوع يعني حلو جدا. على فكره البدر كان عامل جوائز كتير جدا وحلوه جدا، بس الصراحه انا ما عملتهاش غير بالمج ده. يعني قشطه ماشي يعني شغال فاهم. بس يعني انت راجل على السلامه يا عم محمد انور وكل حاجه وبحبك انا وكل حاجه برضو، بس انا لا انا يعني مروح بالمج لا مش مرضي بصراحه، بس الحمد لله. فبس كده يا رجاله. متاكد انت هتدوس بالفيديو ده، ما تنساش تعمل لايك ويلا بينا. طيب يا رجاله دلوقتي احنا جينا عند سيجما، معانا استاذ سيف وهنساله دلوقتي على تجميع ب 20000 جنيه جديده طبعا، مفيش حاجه مستعمله. تعالوا بقى نشوف هيقول لنا ايه للجيمنج. طيب مايك الرايه معاك. اولا ال 20 هتحتاج ان هي تزيد شويه، تمام، علشان تقدر تجيب حاجه بامكانيات كويسه ما تبقاش محتاج ان انت تطور عليها بعدين. تمام. يا دوب ممكن هتطور تطويرات بسيطه في المعالج مثلا، لان انا اخترت لك حاجه اي ام 4، يعني بورد اي ام 4، فانت هتحتاج ان انت تطور بعدين على المعالج مثلا تدعم التطوير لمثلا 5600 اكس او هكذا. ممكن ان انت بعد كده تجيب كارت شاشه اعلى، فانت معاك حاجات اساسيه تقدر تجيب بيها كارت شاشه اعلى وتقدر تجيب بيها بورد اعلى. بالنسبه للبورده والمعالج انا اخترت البندل اللي احنا عاملينه في عروض التوفير في شهر التوفير في سيجما، الرايزن 3 ال 4100 الام بي كيم تري، ومعاه اللي هو ضمان سنه التري، ومعاه 3 الجيل العاشر صح؟ يعادل الاي 3 الجيل العاشر. 3 اسف. مظبوط. ومعاه البورده الجيجا بايت الاي 520 الام كي في 2، والاثنين مع بعض عاملين 6000 و 4600 جنيه. تمام. فالاثنين مع بعض 4600 جنيه. ده كان عرض بندل من العروض اللي عندنا في شهر التوفير في شهر 11. تمام. هنضيف عليهم رامات. حاليا الرامات اسعارها رافعه جدا بسبب الصين وامريكا والاي اي وخلافه. فدلوقتي بسبب الزيادات دي كلها اسعار الرامات رفعت جدا. ففي رامات عندي قيمه مقابل سعر نوعا ما قريبه جدا، فرق 100 جنيه بينها وما بين الرامات العاديه اللي هي اللي بدون هيت سينك اللي بتردد 3200. في رامات هتقدر ان انت تثبتها في البورده انت مش هتغيرها اصلا بتردد 3600 اللي هي الكليف الكريز اكس. الرامات دي بتبقى شكلها كويس جدا في الار جي بي، وبيبقى في نفس الوقت التردد بتاعها 3600. لو انت حبيت ان انت تجيب معالج اعلى على نفس البورده تقدر ان انت تدعم تردد اعلى فيها. تمام. فتفضل الرامات موجوده، فانت مش هتحتاج تطور رامات. 2 في 8 بتردد 3600 الكليف الكريز اكس. دي سعرها كام؟ 3600 جنيه الكت الواحد اللي 2 في 8. تمام. بالنسبه بعد كده لما نيجي ننتقل لكروت الشاشه. دلوقتي انا في البادجت اللي انت مديها لي ديت انا محصور ما بين ال 30 50 ال 6 جيجا. فانا عندي يعتبر 3 نسخ هم اللي موجودين في اغلب السوق. الزوتك المروحه الواحده وعامل 9000. الجالاكسو ده موجود عندنا بمروحتين او سي ب 9000 برضه. وعندك بعد كده عندك الاسوس الدول، وده هتلاقيه موجود ب 9000 ونص في الاغلب او 9400. فانا اخترت لك علشان اظبط البادجت وتبقى حاجه كويسه ولسه برضه موجوده بكميات هي الجالاكس ال 30 بالظبط، مروحتين وفي نفس الوقت او سي هتاخد منها اداء كويس كاوفر كلوكينج وهتاخد منها تبريد كويس لان هي مروحتين. فيكون ده سعره 9000 جنيه بالظبط، نفس سعر الزوتك المروحه الواحده. تمام. بالنسبه بعد كده ننتقل للتخزين. انا يا دوب حطيت لك ام دي 2 ان في ام اي في 3 ناند كاش، وفي نفس الوقت في هيت سينك.
مش هتحتاج الهيت سينك قوي في الجين 3 لانه ما بيسخنش قوي، ولكن هو الاي داتا ال 256 جاي بيه عندك جين 3، فبيبقى بسرعات عاليه، سرعه كويسه جدا، تقدر تحط عليها الويندوز وتقدر تحط عليها برامجك الاساسيه، وهيكون كويس جدا معاك في البدايه. 256 ان في ام اي جين 3 كويس جدا الاي داتا، وده هيكون عامل 1400 جنيه بالظبط موجود عندنا. تمام. واخترت لك بعد كده في الكيس والباور عندنا الايرو كول البي 508 اي، بيجي معاها باور 550 واط برونز 80 بلس برونز، بيجوا بضمان سنتين، بيبقى كيس وباور كومبو مع بعضيهم. تمام. فالاثنين مع بعضيهم مع ال 30 50 ال 6 جيجا مع الرايزن 3، الكيس دي هتبقى كويسه جدا كباور، وهتدي الباور اللي انت محتاجه بشكل كامل للتجميعه بتاعتك. تمام. بس فدي تجميعه توتال موجوده عندنا في سيجما كمبيوتر، عامله في خلال شهر 11 21 ونص بالظبط. شهر التوفيق. في شهر التوفيق، فدي هتكون عامله 21 ونص، هتبقى قيمه مقابل سعر كويسه جدا. اي حد يقدر يجي ياخدها من سيجما كمبيوتر في اي فرع من الفروع، موجوده كميات موجوده الحمد لله، الدنيا كلها موجوده، ويقدر يطلبها اونلاين من على الموقع، مفيش اي مشكله، القطع موجوده ويقدر يطلبها اونلاين من على الموقع، وممكن ننزلها بشكل كتجميعه ب 21 ونص، وننزلها في الموقع بالسعر ده. تمام، تبقى بندر على بعضها، بدل ما حد يدخل ينقي قطعه وكذا، ننقيها بندر على بعضها، يدخل يختار التجميعه على طول، تجيله متجمعه جاهزه لحد باب البيت. طب احنا لو حبينا ان احنا نعلي المعالج الرايزن 5 3600 مع كارت ار تي اكس 3060، اوكي، ساعتها انت هتحتاج ان انت تعلى في البادجت شويه. الرايزن 3 ال 3000 و 3600 هيكون عامل عندنا بوكس 5 قصدي رايزن 5. رايزن 5 3600. اوكي، رايزن 5 3600 هيكون موجود عندي بوكس بضمان 3 سنين ب 3200 جنيه مع الستوك. مع الستوك فان، بضمان 3 سنين لان هو بوكس. وفي نفس الوقت لو انت عايز ال 3060 موجود عند نسخه الجالاكس عامله 15800. 15 28 قصدي. فانت هتعلى يعني يعتبر 6800 جنيه بالنسبه للكارت، وبالنسبه للمعالج انت هتعلى برضه حاجه يعتبر حوالي 900 جنيه او 800 جنيه برضه. تمام. فانت هتعلى في البادجت تقريبا حوالي 7000 وشويه. ساعتها ممكن نحسبها لك هي تطلع كام بالظبط. اي استفسار تاني عايزين؟ تمام كده. 50 60 عامل كام؟ 50 50 عشان الاستاذ ده. ال 50 60 عندي نسخه البي ان واي عامله 17250. ال 50 50 عندي الاسوس دول عامله 15 بس. شكرا. طيب دلوقتي احنا معانا استاذ يوسف، ماشي، هيقول لنا على اسعار اللابتوبات والرينجات الاستيراد والكلام ده كله. اتفضل يا استاذ يوسف. حضرتك بتدور على حاجه ايه؟ يعني مثلا الحاجه من رينج من 15 ل 25. من 15 ل 25 متواجد كذا حاجه. في حاجه مثلا ديل لاتيتيود 5510، ده بينزل بكور اي 7 جيل 10 اتش بكارت شاشه 2 جيجا نيفيديا ايه ام اكس 250 مع رامات 16 جيجا دي دي ار 4 مع هارد 256 اس اس دي، وفي منه هارد 512 اس اس دي ان في ام اي. شاشه فريملس. حلو جدا. طبعا البادجت بيعلى معانا، كل ما هنعلى بالتكلفه هناخد حاجه احسن. في مثلا معانا في رينج ال 22 23 كور اي 5 جيل 11 اتش، كارت شاشه 30 50 4 جيجا ار تي اكس برامات 16 مع هارد 512 مع شاشه 165 هرتز. 1080 تي في ده يشتغل جيمنج كويس جدا. لا 1080 تي في. لا فريملس اي بي اس عاديه. طب لو عايز حاجه اعلى شويه ميزانيه مثلا من 30 ل 35، من ال 35 ممكن ناخد حاجه من برشيمه لسه. هي خارج ضمان الوكيل، خارج ضمان الوكيل، بس هي لسه ما اشتغلتش. تمام. ممكن مثلا ناخد ديل انسبايرون 7610 كور اي 7 جيل 11 اتش بكارت شاشه 30 60 6 جيجا ار تي اكس مع رامات 16 هارد 1 تيرا اس اس دي ان في مع شاشه 16 3 كي. ده ممتاز جدا. مش طبعا انت فاكر ان انا نسيك اللي هو ايه بقى ب 5000 و 10000؟ لا انا تعال نسال الاستاذ. لا موجود ان شاء الله. 5000 مثلا بقى 5000 نجيب كور اي 5 جيل سادس برامات 8 جيجا دي دي ار 4 مع هارد 256 اس اس دي شاشه 14 بوصه. طبعا اي جهاز من اللي قلناهم دولت موجود معاه شنطه، موجود معاه ماوس وايرلس، شحن الاوريجينال، ضمان 3 شهور وفي ضمان 6 شهور وفي ضمان سنه في حاجات جديده. لو فرنج كام؟ بالنسبه للحاجات اللي فرنج الخمسه والسته ده بيكون ضمان عليها 3 شهور. شنطه وماوس وايرلس والضمان 3 شهور عليهم، شحن اوريجينال طبعا. بالنسبه للحاجات اللي هي فوق ال 30 كلها ضمان 6 شهور. الحاجات اللي بالكرتونه ضمان سنه وكيل. طب حاجه فرنج ال 10000 مثلا؟
حاجه في رينج ال 10000. ممكن ناخد كور اي 7 من الجيل العاشر برامات 16 جيجا دي دي ار 4 مع هارد 256 اس اس دي، شاشه فريم ليس 4 اتش دي. الكارت داخلي ولا كارت مدمج داخلي في انتل ايرس، وفي حاجات بيكون عليها نيفيديا، بس الحاجات دي بننزلها في عروض الفرايداي بس. شكرا لحضرتك. انا شكرا استاذ يوسف من الشركه المتحده. طب رجاله دلوقتي في محل الريكفري الدور التاسع، معانا الاستاذ محمود دراجون قايل لنا على تجميع ب 20000 جنيه، وهنسال على كام قطعه كده. شرفنا بيك يا استاذ دراجون. حبيبي. كنت محتاج تسأل على قطع ايه؟ مثلا رايزن 5 3600 او تقدر تقول كده برضه الاغلب هيبقى كروت شاشه كروت شاشه. ايه الكروت الشاشه المتداوله في السوق عايز تسأل عليها؟ زي 3060، بس ما اعتقدش ان هو موجود جديد. بقى اوفر بادجت، لان دلوقتي ال 50 60 بقى ارخص منه بسبب ان 30 60 الفيرام بتاعه عالي فبقاش موجود في السوق. مظبوط. فبدأ يختفي من نفيديا مش من السوق. حلو. عشان كده سعره بقى غالي جدا. هو فعلا حتى في المستعمل بقى اغلى من وسعره ده مش طبيعي بالنسبه لكارت طالع من 2020. تمام. طب انت مثلا ترشح ايه مثلا التجميع؟ نبدا بالتجميع كده ب 20000. تجميع ب 20000 ممكن ناخد الرايزن 5 ال 3600 حلو مع المذر بورد الاي 520 الاس برايم. حلو تمام. وممكن ناخد رامات 16 وناخد اس اس دي 128. ماشي. بس لو علينا الاس اس دي ل 256 عادي يعني حسب بقى العميل بقى هو لو عايز يوديه 1 تيرا عادي ما عندناش مشكله. ماشي. وهناخد الكيسه الانتيك الاي اكس 65 في 450 واط. ماشي. ده جولد ولا برونز؟ لا دي بتبقى وايت. 80 بلس وايت. ماشي. دي بتبقى كيسه محترمه جدا تمام للفئه الاقتصاديه. وفي نفس الوقت احنا كده مجربين الكيسات الانتيك في 450 واط من زمان، من ايام الاي اكس الان اكس 360 كانت نازله 450 واط كانت بتشغل كفاءه عاليه 60. اثبات كفاءه عاليه. فهي نفس البار المستعمل هنا هو اللي مستخدم هنا. ماشي. طب حاجه تانية برضو الاي 520، هم كلهم عارفين ان انا بكره حاجه اسمها اي 520. ليه؟ تمام. عشان ما في تقدر كده انها يعني المفروض تطوير على ام 5 يبقى 5600 اكس، لكن دي طبعا ما تقدرش تشيل 5600 اكس بسبب الام 4. احنا بنتكلم في ام 4 مش ام 5. ام 4 اسف انا اتلخبطت. فاهم قصدك. انا الام 4 ما هو كده ال 5600 اكس يبقى محتاج برود معين. تمام. احنا بنحط على برود بي 450 عاليه، بس انا بقول لك هو مش هيكسر سرعته. تمام. لان هو محتاج بورده معينه الشبات بتاعتها مسؤوله عن كسر السرعه. حاجه زي البي 550 مش شرط البي، يعني ممكن في الاكس بالاكس 470 الاكس 570. حلو. كل دي حاجات مسؤوله عن كسر السرعه. ممكن نحط على بي 450 كسر سرعه ونكسر سرعته، بس الريسك فيها بقى عالي شويه. بس احنا بنتكلم في حاجه يعني فيها اقتصاديه. فاهم قصدي. فاحنا لما نوصل بي 450 فلازم نوفر شويه. بس انت واخد بروسيسور مش بيكسر سرعه. طب انا لو معايا اجيب بروسيسور بيكسر سرعه مش هجيب تجميع ب 20. مظبوط. فاهمني؟ هبتدي اعلي في باقي التجميع. طيب ماشي. دي عامله كام 3050 مع 3600؟ التجميعه دي ليك انت تمام، واي حد هيجي من طرف الراجل ده التجميعه دي هتبقى عامله 22400. 22400. طب لو معلش بقى لو زود البورده بي 450 برضه. بص لو زودنا البورده البي 450، طب ما هقول لك على حاجه، ما تخلي دي للمتابعين ان هم لما يجي يبقى عايز يزود، يعني هي دي التجميعه بتاعتك. تمام. لو هو جاي عايز يزود كده هنزود له اللي هو عايزه، وهيبقى فرق سعر بسيط، وفي معمول فيه واجب برضه اوفر كويس جدا. تمام. محتاج تعرف اسعار قطع ايه لوحدها بقى؟ 50 60 و50 50 ده اهم حاجه. ال 50 50 وال 50 60. 50 60 كده هو الكارت المتداول الفتره دي موجود كتير. الكارت ده موجود منه الاسوس. تمام. هيبقى عامل 17 ده لاي حد هيجي. ده تريبل فان صح؟ ده لا الاسوس دول ماشي. تمام. ده ضمان 3 سنين اسوس. ايوه. فاسوس معروفه في السوق بتاعنا الكروت اللي بتيجي منها الماتيريال بتبقى عامله ازاي. طبعا. تمام. في شركات تانية بتبقى مش احسن حاجه بس بتبقى اقل في السعر. تمام. في عندي ال 50 50 برضو اسوس. في زوتك. دي نسخه المروحه واحده زوتك صح؟ لا المروحتين برضو. الدول برضو. المروحه الواحده عامله كام؟ واحده مش موجوده وفرق السعر ما بينهم مش كبير. يعني 50 50 الزوتك هيبقى معاك 13500 ده سعر حصري. السعر ده ما بيطلعش العميل في المحل. فاهم. تمام. بس في بقى ايه تاني عايز تسال ايه؟ تاني عايز تسال انا حاولت يعني اهم حاجه كان عندي التجميع اللي هي ب 20000 دي بس. التجميعه دي يعني بص عايز اقول لك دي احسن تجميعه اقتصاديه. طبعا المعالج بيجيب 6 كور 12 ثريد 4.4 جيجا هرتز. مظبوط. تمام. 32 ميجا كاش. والكارت بتاعنا ار تي اكس 3050 8 مش 6. ادي ال 30 بعد ال 30 50 انا بكام؟ ده عرض سعر بره ليه انا؟ ليك انت
اللي هي واللي جاي 11. من تبعي 11. 11 اللي هي واللي جاي من تبعي. اي حد يجي من تبعك هياخده ب 11. كراي. دي الاسوس برايم. مش دي معانا اول حاجه، اللوحه الام بتاع اللي بيركب عليها كل حاجه يا جدعان. المهم الايه 520 نسخه البرايم، اساس برايم تمام، هي كويس بس انا بحب البي 450 برضو برضه. شكرا. العفو. يعني نشكر كده الاستاذ العفو. محمود. تمام، كانت قعده لذيذه، مقابله لذيذه، تجميع برضه لذيذه. اديله المايك بتاعه بقى، يعني ما بننساش تحدي الجنين. طيب دلوقتي انا جاي لك من ورا التصوير اهو، بس انا جاي عشان اكلمك بس على حوار الباور سبلاي. الباور سبلاي ماشي، ماركته كويسه، انتك معروفه في الباورات واباراتها حلوه جدا، ولكن 450 واط انا كنت فاكر ان هو هتبقى حتى يبقى 80 بلس برونز او 80 بلس جولد، بس ده وايت. ماشي، اللي هو انا اتصدمت، اللي هو ازاي؟ الفكره بقى ان هو ركز على دلوقتي هيشغل 30 50، بس هي الفكره هو هيصرف على حوالي 320 واط مثلا، او 300 يا سيدي 350 واط. تمام، بس هو اخره يشغل ال 30 50. فكره بقى ان انت بعدين بقى لو جبت بقى حاجه حلوه مثلا زي ال 30 60 مثلا، عرفت تجيبه مستعمل بسعر حلو، مش عارف الكلام ده كله، طبعا لا انسى. تمام، فانا رايي ايه، تجيب على الاقل الزجماتيك السكاي 2 اللي بتيجي باور سبلاي 600 واط، ده على الاقل. تمام، لان ده لا يعني مش حلوه. فبس يعني هتزود، مش هتزود مبلغ كبير، مش هيجيبوا مبلغ كبير، يعني يبقى 300 جنيه ولا 500 جنيه، حاجه مش كبيره، بس تفرق معاك دلوقتي وبعدين. بس كده. طبعا انت مش محتاج تسالني انا هختار ايه، مش محتاجه يعني. بص هي سهله، ال 3600 اكيد احسن مع 30 50 8 جيجا، احسن من ال 400 مع 30 50 6 جيجا، بس الفكره ان ال 400 افضل في الالعاب، اما ال 3600 افضل في الجرافيك والمونتاج، وتقدر تقول كده ان هو بيدي اداء متوسط في الالعاب، لكن ال 400 افضل في الالعاب. الاختيار ليك برضه، ده بالنسبه لو انت عايز حاجه جديده خالص. يعني انا عندي مثلا حد صاحبي عنده مرض ان هو لازم يجيب جديد، ما ينفعش يجيب حتى كارت شاشه مستعمل. تمام، لكن انت بقى في الجديد بقى، اسف قصدي في المستعمل بقى، عندك تجيب ار تي اكس 2060 مع رايزن 5 3600، نعرف نجيب لك الحاجات دي تري، ما عدا طبعا الكارت الشاشه طبعا لازم يبقى مستعمل. تمام، بس طبعا يبقى فيه ريسك، بس الجديد بيريح دماغك، بس هنا بيبقى فيه ريسك، فاهم؟ بس لا بصراحه برضه اميل للمستعمل عامه. يسأل أي حاجة على السيستم. تعالى اتصور مع اللي عايز يسأل على أي حاجة على السيستم. نورة ورودينا بتاول مرة. أستاذ محمد أسامة، أستاذ محمد أسامة بعد إذنك، أستاذ محمد أسامة. بقى معلومة، قول لنا معلومة. حاجة فنية. يعني هو انت عارف شلف صح؟ هنا يا سمير. ايه وظيفة الرام؟ ايه وظيفة الرام في الجهاز؟ اسيبكم بقى مع الكواليس. الكواليس حرفيا يا جدعان في حته لوحدها، انا بضحك بس في الكواليس دي، اللي هو الكواليس احلى من الفيديو اصلا. يلا يلا نروح بسرعه على الكواليس، اجري اجري اجري. عايز تسأل على الكروت الأول ولا المعالجات؟ نسأل على الكروت. احنا أصلا شغالين لابتوب. طيب ماشي، نسأل على المذر بورد. بقول لك لابتوب. امال ده ايه؟ طب ما امال ده ايه؟ استنى على اللابتوب عادي مش ما احنا ما الناس احنا قلنا بي سي بس. ماشي خلاص، يلا كده تعالى. اللابتوب عادي. يلا ما نعرفش خد معاك. بقول لك كده عايز اسيركا في اللابات. شرفنا. طب بالاسامي، طب بس اسال مثلا على اسوس توب جيمنج. لا شرفني باسم حضرتك. يوسف. استاذ يوسف. يبقى احنا مستأذنين منه. يبقى احنا مستأذنين من النهار. انت تسالني بقى في اللابتوب وانا هسألك على الرنجات. ماشي يلا. بس في حاجات بيكون عليها نيفيديا، بس الحاجات دي بنزلها في عروض فرايدي بس. وده هيكون عامل 1400 جنيه بالظبط، موجود عندنا. تمام. اخترت لك كيسو باور البي 500 الشورى بص نور دلوقتي اهو. شهرين مش هقبل لك بوستات. ليه يا اسطى؟ ليه يا اسطى؟ لما اشتكيك لمحمد سميع دلوقتي اخليه يبلغ بنفسه. عايزين نقابل محمد سمير. موجود.
هقول له شكرا. عيد حته الكيس من اول وجديد بقى. دلوقتي احنا عند سيجما. استنى انا صاحب ايه ماشي. طيب واخترت لك بعد كده في الكيس في الكيس والباور. انا هنا من الكواليس الرجاله. احنا دلوقتي في المترو اهو، معايا الاستاذ حمزه. تعالى دي قول حاجه للكاميرا. استاذ عبد الله قول حاجه للكاميرا. الحمد لله. استاذ مصطفى ماشي. وادينا طالعين من البستان يا رجاله. اشوفكم هناك ايه مش ستوري بقى، ما علينا يعني. دي عندنا الكواليس. سلام. تعالى يلا يا جدعان يلا. مش عايز يطلع ايه؟ هو ربنا يطلع في الكواليس. لا وربنا يطلع في الكواليس بقى. خلاص كل ده متصور مفيش. دي كواليس ماليش فيه. هتطلع. طب يا اخوانا معانا واحد ضاع برضه اهو، مش عارفين ازاي. حمزه ضاع مننا تقريبا، يا اما هرب يا اما ضاع، يعني حاجه من اتنين. احنا سيبناه قصاد بيجيب حاجه من الصيدليه، ما اعرفش راح فين او اختفى عامه يعني. هو راح فين بجد؟ هو فين؟ احنا لقينا الاخ اللي ضايع مننا استاذ حمزه. كل طبعا اتشتم وخد نصيبه يعني. وبيقول جراح جاب لازم، بس هو اتشتم وخد نصيبه عشان تبقى عارفين. فبسيطه. دينا وصلنا لمول البستان اهو. ماشي يلا بينا. ادي يا رجاله تجمع اهو. شويه كده وتلاقي عندي بدري هنشوف ايه. تعال عم سمير. استاذ سمير. واخدنا منه اذن عادي. لا احنا طلب. يلا ماشي يا رجاله. لا مش بنكدب. مفيش شحاته هنا. يلا يا عم يلا. الخصوصيه في مصر بالظبط. الخصوصيه في مصر. يلا اسمه دول اللي هيشتروا حاجه ولا جفتات؟ عاملين جفتات. جفتات. اموت انا في البيس يعني. انا عايز اقل حاجه بندل بتاع ده لازم 5600 اكس بس طيب بندل كامل قبل ما ايه برامات. بسيطه. مش مهتم. انا عن نفسي مش مهتم. ازاي دخل الواد ده؟ بص اللحمه دي بدل كل حاجه. استنى صورني معاه بالله عليك. صورني معاه. بس بقى الواحد مش ناقص. اللي بيحصل ده هبل. بجد ده اسمه هبل اللي بيحصل ده. كتير. فين المتحدة بتقول؟ تعبت اعمل ايه طيب؟ تعبت والله بجد. تعبت. شوف بقى لنا قد ايه. كتير. مصطفى بقى فين؟ انت اللي كان معاك مصطفى. ايه بقى؟ عليا انا المتحدة يا استاذ يوسف. الدور الكام؟ اهي يا ابني. دور الرابع. تعال. المتحدة ورا ولا قدام؟ اللي بيحصل ده عبط. ده عبط برو ماكس. انا لسه تعال. ايوه تعال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جدعان ليه المقدمة الزبالة دي؟ لا وحش. واحدة. ايه الأخبار؟ ايه الاخبار؟ مش هينفع. لازم نجهز مقدمة. طب ازيكم عاملين ايه؟ دلوقتي يا رجالة احنا ازيكم في يا مول جماعة؟ البستان. تمام هنعمل الجولة ومعانا كل حاجاتنا يعني. معانا أستاذ الأستاذ محمود. ماشي. وباقي العيال الشله اللي تحت بتجمع بعضها. الصراحه احنا متاخرين الساعه 5:30. البتاع كان الساعه 5. فهنبدا احنا مع بعض. اول محل هنبدا بيه هو MCC. طبعا خدنا تصريح وخدنا كل حاجه يعني. اهم حاجه موضوع التصريح ده.